منهكه جسديا من اعباء المنزل واعباء الاولاد والاطفال بتبقى يعني ساعتين او 5-6 ساعات النوم دول بيبقوا بالنسبه لها مستنياهم طول اليوم، بتتمنى امتى تنام. الانجاب حضرتك بيأثر على العلاقه الحميميه بين الزوج والزوجه؟ طبعا طول النهار مع الاولاد ومع التفكير، بل ما بيجي طبعا عشان الراجل مفيش الحقيقه، ببقى خلاص اعصاب مفيش، حالتي النفسيه تعبانه. وفي الوقت الذي أكد فيه البعض على أن ظاهرة كثرة الإنجاب تؤثر بشكل فعال على العلاقة الحميمة بين الزوج وزوجته، كان هناك فريق آخر له رأي مخالف. طالما في تفاهم بينهم وبين بعض، فالإنجاب ده حاجة لوحدها، يعني ملوش علاقة بالعلاقة الحميمة. كثرة الإنجاب ما بتأثرش في الحياة الزوجية. انا شايف الواحده الست هي اللي مهتمه بنفسها، جوزها دايما بيبقى راغب فيها لانها عامله زي الورده، بتبقى مفتحه قدامه جميله بيهتم بيها، وكثره الانجاب ما بتاثرش طول ما هي مهتمه بنفسها وجميله. الخلفه كتير عمرها ما اثرت معانا، والحمد لله ما فيش اي شيء كانوا، واحنا كويسين جدا انا والمدام. بالنسبه للانجاب بيأثر بس بنسبه قليله، ودي حسب كل حاله، بس في حسب الحب اللي ما بين الزوج والزوج. وعلى الرغم من المعاناة التي أبداها البعض من تأثير ظاهرة كثرة الإنجاب على العلاقة الحميمة بين الزوج وزوجته، إلا أن إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تؤكد على أن الزيادة الطبيعية لعدد المواليد في الساعة الواحدة 237 مولودا، أي بمعدل 4 مواليد في الدقيقة الواحدة، أي مولود كل 15 ثانية. وهو الأمر الذي يطرح تساؤلا هاما، كيف تكون معدلات الإنجاب على هذا النحو في ظل معاناة الكثيرين من تأثير كثرة الإنجاب على العلاقة الحميمة. ولائح الديني، برنامج بوضوح مع الدكتور عمرو الليثي، قناة الحياة. برعاية محدش كبير منه.